ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم ارحم امي وارحم ابويا واجمع ما بينهم واسكنهم الفردوس الاعلى. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة، ويكون ربنا مرضيكم يا رب، يسد ديونكم ويوسع علينا جميعا. وادعوا لي انت كمان يفك كربي ويجعله رمضان سعيد عليا وعلى اولادي. والله يا جماعة، يعني انا مؤمنه بربنا جدا جدا جدا، وبفرح في الايام دي قوي قوي قوي. فربنا يسعد قلوبنا جميعا ويفرح قلوبنا اكتر واكتر. تمام. فالحياة مش كلها ورد يا جماعة، الحياة بيبقى فيها مشاكل وبيبقى فيها ضغوطات. في ناس بتبقى مش لاقية تصرف على عيالها، احنا في دخلة مدارس مع دخلة رمضان مع دخلة عيد. انتوا متصورين؟ الله يكون في عون الناس، الله يكون في عون الناس ويوسع علينا جميعا يا رب، ويسد ديوننا جميعا يا رب، ويملي بيتنا خير وبركة وفرح. والله العظيم انا بيجي عليا وقت اقول يا ولا، يعني والله العظيم يا جماعة بيجي عليا وقت، يعني انا كنت، يعني كان فين، يعني اقول يا ريت. يعني ربنا ما بيديش كل حاجة يا جماعة، لازم في حاجات تنقص. ربنا ما بيديش كل حاجة. يا اما تلاقي نفسك معاكي فلوس بس مش معاكي جوزك مثلا متغرب عنك، يا اما تلاقي نفسك معاكي جوزك بس مديونين والديون قطمة وسطكم والهم راكبكم، يا اما مثلا تلاقي زوجك معاك وراتبك كويس بس المرض ماسككم. يعني بصوا والله العظيم ما تبصوش للناس من بره. انتوا لو دخلتوا جوه كل بيت هتقولوا لا احنا راضيين بعيشتنا، احنا مش عايزين نعيش مكان فلانه ولا مكان علانه، لا انا هعيش عيشتي. والله العظيم كل واحد شايل عيشته بالعافيه. وما تتغشوش بالمظاهر الخداعه. يعني ما تشوفيش واحده لابسه كويس وماشيه ملبسه عيالها كويس يبقى كده هي جوزها ايه. لا يا جماعه، في ناس بتحرم نفسها من الاكل عشان تبقى ماشيه قدام الناس بمستوى معين، بلبس معين، فاهمين؟ والله العظيم انا اعرف ناس وكتاب الله كده بتحرم نفسها وتحرم عيالها وتقولك لا احنا ناكل الموجود بس نلبس كويس قدام الناس، احنا ناكل الموجود بس اعلم عيالي احسن تعليم. وربنا بيبارك فيهم وفي صحتهم وفي مالهم وفي عافيتهم، وربنا دايما مديهم رضا وقبول. والله العظيم وتلاقي واحدة تانية يبقى ربنا كريمها ودايما منتنة، هي خلاص طبع بقى اتعودت. لا انا مش معيش مش هشتري. بص هو بيبقى طبع، في ناس بتتناتن وتحوش والله العظيم، وفي ناس بتبقى فعلا يا عيني عايزه تعمل مستقبل، وفي ناس يعني بصوا كل واحد ليه طبع غير التاني. فما تبصيش من بره تشوفي دي مؤهمله في نفسها تقولي لا ده دي، وتلاقي دي يعني فرفوشه كده ولابسه ومش عارفه، تقولي لا ده دي مبسوطه قوي وجوزها مش مخليها عايزه حاجه والاشياء معدن معاها، والتانيه دي يعني غلبانه ومش لا في ناس دي تخش بيتها تلاقي ما حلتهاش اللضا اللي بتجيبه بتلبس وبتاكل. لكن في ناس تخش تلاقي لا هي ما بتلبسي بس عاينه قرش للزمن. لا انا مش من الناس دي يا جماعه، مش عارفه اعمل زيهم، مش عارفه اعمل. في الاول كان مستوانا المادي ما يسمحش خالص ان انا اعمل جمعيات، وحاليا وما زلت مستواي ما يسمحش ان انا اعمل جمعيات. ليه؟ لان انا مش هعيد لعيالي اللي عاشوه. انا بصوا اللي بيجي والله العظيم لو طولت اجيب لعيالي دول دهب كده ياكلوه والله اجيب لهم، مش بستخسر فيهم حاجه خالص. بس ساعات الدنيا بتحكم عليا والظروف ان لا مش هينفع تجيب لهم مثلا حاجه كذا المره دي، مش هينفع تجيبي كذا المره دي. بجيب كميات بسيطه، يعني انا مش بجيب مثلا 10 فراخ ولا 5 فراخ، بجيب كميات بسيطه بس براضي عيالي. مفيش حاجه في الدنيا عيالي يعني مفيش حاجه، يعني مش في الدنيا، لا مفيش حاجه حواليا عيالي كلوها، حد كلها عيالي ما اكلوهاش. لا عيالي بياكلوا يعني لازم اراضيهم اقول ايه لا عشان ما تبصوش لحد. وان انا ما عنديش حاجه عند غيري اقول لهم ما تبصوش. انا طول عمري مربيه عيالي على كده على فكره، يشوفوا دي يشتري، يشوفوا دي يجيب، يشوفوا دي عندها دي ما عندهاش ملناش دعوه. انا مربيه عيالي على كده ملناش دعوه. يعني انا جبت لبس العيد وعيالي مره واحده لا عايزين كذا، ابوهم قال لي لا ملناش دعوه، انت مش جبتي. احنا يا جماعه انا وزوجي واولادي اتربينا على كده ملناش دعوه. يعني مثلا انا زوجي مثلا ما عندوش مثلا عربيه، وحد مثلا جاب عربيه ملناش دعوه. انا مثلا ما عنديش حاجه في البيت مثلا وواحده جارتي مثلا جابت ملناش دعوه. انا وجوزي وعيالي ماشيين كده ملناش دعوه.
اللي يجيب ربنا يوسع عليه هو حر، اللي ما يجيبش ربنا يديله. احنا لينا دعوة بعيشتنا وبحياتنا، لان اللي بيبص لعيشة غيره بيتحرم عليه عيشته، اعرفي من كده. عشان كده دايما ربنا بيراضينا، ودايما ربنا بيوسع علينا، ودايما بنتقدم، لان احنا بنحب الخير للناس وربنا بيراضينا بيه. فمعنى كلامي زي ما تحبي لنفسك حبي لغيرك، هتلاقي دايما ربنا مرضيك، ودايما ربنا مديكي خير، ودايما ربنا بيوسع على اللي بيتمنى الخير لغيره. دايما كده والله العظيم يا جماعة. فدايما اتمني لغيرك زي اللي انت نفسك فيه لنفسك بالظبط. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعله يا رب رمضان سعيد علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين جميعا. وما تنسيش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناة. والله والله ده عيب. حاضر. ابني ده يا جماعة يعني احنا عايزين نشوف حل في الكائن ده، الكائن اللي عايش معايا ده، عايزين نشوف له حل في أقرب وقت. ماشي حاضر. ربنا يحفظ أولادنا جميعا يا رب، ويرزق كل مشتاق يا رب.